متحف اللوفر في باريس بينظم معرض من 30/4 إلى 28/5 بعنوان المماليك. هدف المعرض هو معالجة العصر الذهبي للفن الإسلامي. مش بقولك كده علشان نحضر المعرض أنا وإنت، إحنا مش معانا نقعد في 5A نشرب قهوة، ولكن تعال أعرض لك بعض القطع المعروضة في المعرض ونتناقش فيها. هنلاقي مجموعة من الأناديل الزجاجية معروضة اللي كانت بتكون موجودة عندنا في المساجد. فاكر فيديو الأنديل اللي قلنا خرج من مصر اللي كان موجود في مدرسة الأمير سرغاطمش؟ مش فاكر؟ طيب كويس. طيب خلينا نشوف الأناديل المعروضة عندنا في المساجد دلوقتي شكلها ازاي، والأناديل المعروضة في المتحف شكلها ازاي. بعدها هنلاقي بعض من القطع النحاسية المعروضة، ده كان اسمه فن التكفيت، عبارة عن قطع من النحاس مكفتة بخيوط الفضة. هنلاقي فيها قطع مهمة جدا اللي هي دي على ما أعتقد ترجع لعصر السلطان محمد بن قلاوون. هنعرف إزاي؟ هنعرف من الفيديو اللي شفناه أنا وإنت سوا، وعرفنا نميز إزاي بين رنك السلطان ورنك الأمير. أما لو المبنى عليه الرنك كتابي فده خاص بسلطان، زي مجموعة مثلا السلطان ابن قلاوون، مئذنتي الأب والابن. رنك السلطان بيكون كتابي، فهنا هتلاقي القطعة معروض عليها رنك السلطان محمد بن قلاوون، فنعرف إن القطعة دي تخص السلطان محمد بن قلاوون. هنشوف كمان بعض الدروع الحربية وبعض من الخوذة الحربية، والمفتاح اللي أعتقد إنه نسخة أقرب إلى مفتاح الكعبة المشرفة، كمان مصنوع من النحاس ومكفت بالفضة. كمان القطعة التحفة دي موجود منها نسخة في متحف الفن الإسلامي الموجود في باب الخلق، ودي تخص السلطان الناصر محمد بن قلاوون أيضا. حتى لو هم مش كاتبين، إحنا عرفناها من النص بتاعها ومن طريقة الرنك الخاص بيه. الرنك هو اللوجو الخاص بالملك اللي لما نشوف مبانيه أو مقتنياته بنعرف هو خاص بمين. القطعة دي من سنوات أعتقد شفتها في متحف الفن الإسلامي، ممكن تكون أكتر من قطعة ودي قطعة منهم. فخلينا ناخد جزئية جزئية. يبقى السؤال، لما متحف اللوفر نفسه يعمل إيفنت يخص القطع الفنية الخاصة بالفن الإسلامي أو أيا كان نوع الفن، المهم في النهاية هو مصري، ليه المتاحف بتاعتنا ما بتنظمش نفس الإيفنتات دي وتدينا فرصة اللي احنا نتفرج على آثارنا الجميلة، وفرصة لأبنائنا يتعلموا أو يشوفوا الفنون الإسلامية والقبطية والحضارات المصرية القديمة أيا كان نوع المتحف اللي بيقدمه. بالمناسبة متحف الفن الإسلامي في باب الخلق مش بيقدم الفن الإسلامي وفقط، في قطع نادرة من الأسرة الخديوية، وقطع نادرة من إيران، وقطع نادرة من الفن القبطي ومختلف أنواع الفنون. فإحنا محتاجين نتعلم من التجربة دي وننظم معارض فنية من داخل متاحفنا. خليني برضو أكلمك عن جزئية بسيطة. هنشوف بعض الخزفيات، هنشوف بعض الأخشاب، هنشوف كمان مقابض الأبواب اللي بتتسرق من عندنا، ونرجع برضو الفيديو السلطان المؤيد شيخ من مسجده. هنشوف كمان قطع من الخزفيات هي مش مكتملة، يعني ده مش طبق ولا فازة ولا حاجة. ليه برضو لما بحثنا في منطقة التل بلة الأثرية وجدنا قطع من الخزفيات والفخاريات مرمية دون أي جدوى، بدون ما نكشف عنها أو بدون ما نجمعها في متحف. الحقيقة إحنا كدولة غنية جدا بالآثار، وبنقول عندنا تلت آثار العالم، وإن كنت أعتقد إن عندنا أكتر بكتير من تلت آثار العالم، فإحنا أولى بتنظيم إيفنتات زي كده في متاحفنا. عندنا متحف قصر عابدين، ده متحف عامر جدا بالمقتنيات والأسلحة وقطع نادرة عالمية إذا ما كانتش الوحيدة الخاصة بمصر. عندنا متحف المجوهرات في الإسكندرية، عندنا متحف الفن الإسلامي، عندنا متحف مفتوح للهندسة والمعمار والفن والزخارف، هو متحف الأمير محمد علي توفيق بالمنيل. فأعتقد إحنا محتاجين نعيد حساباتنا في طريقة إظهار التاريخ المصري والثقافة اللي تليق بدولة فعليا غنية بالتاريخ وغنية بالآثار. أشوفك دايما على خير.